سقوط قسد، والحمد لله والعزة لله يا جماعة. الحمد لله سقوط قسد. الآن قسد تطلب بإشراكها بجيش الوطني السوري بعدما حلت الفصائل وتشكل جيش الدفاع السوري الآن، بعد أن رفعت يد المساعدات الدولية وأغلق مكاتب في برلين وفي ستوكهولم لقسد الإرهابية. الآن ماذا يحدث؟ قسد مطلوب منها أن تخرج مقاتلي قنديل الإرهابيين ورمي الأسلحة وإرسال قوات أمنية من دمشق لحفظ الأمن في الحسكة، القامشلي، الرقة وجزء من دير الزور. ولكن على ما يبدو قسد متمسكة بكل هذه الأمور. طبعا من أسيادها لا تريد التسليم، ولكن على ما يبدو هناك تخلي دولي عنها، والقادم إن شاء الله